بدون ديكاباج ممكن تحصلوا على هذا اللون الجميل. تبعوا معايا جميع الخطوات إلى آخر الفيديو. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم، تحياتي لكم جميعا مشاهدينا الكرام، فضلا وليس أمرا. أخواتي ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، الله يسهل عليكم. كيف ما تنقول لكم دائما انا تنجيب لكم معلومات وكنعطيكم اسراري اللي كنخدم بها في الصالون. نتوما عاونوني بلي لايك، شنو غتخسروا؟ ما غتخسروا حتى شي حاجه، وشكرا لكم جزيلا والله يسهل عليكم. ندوزو للطريقه. نعم اخواتي، بلا ليماش بلا ديكاباج ممكن تحصلوا على هذا اللون. يعني المرحله الاولى فتحتها بصبغه نيترو سينما كولاجين بدون ديكاباج، بهاد الصبغه هذه اللي ديما كنشارك معكم اخواتي، خطيره في تفتيح لون الشعر. الا خليتوها يعني في شعركم 50 دقيقه وعاودتوا المرحله الثانيه، تزيدوا معها معلقه ديكاباج كتعطيكم الاصفر فاتح درجه السحب رقم 9 أو 10. خطيره اخواتي، نستعملوا هذه احسن ما نستعملوا مراحل سحب لون ان شاء الله. بالنسبه للاخوات اللي كيسولوا عليها بزاف كيقولوا لي ما لقيناهاش، غادي نخلي لكم المعلومات منين غتاخذوهم، حتى ناخذ المعلومات وغادي نخلي لكم منين غتبقاو تاخذوها ان شاء الله. كيف ما قلت لكم المرحله الاولى غنفتحوا بالصبغه نيترو سينما كولاجين او بالرقم 1000، او ممكن نخلطوا رقم 1000 مع المحايد. بالنسبه للمرحله الثانيه اخواتي غنطبقوا صبغه واحده ماركه غارني، هي هذه اللي كتشوفوا قدامكم اخواتي. هنا حاولت ما امكن نجيب لكم صبغه واحده، ما بغيتش نكثر عليكم قوه الصبغات ميلانج او لا صبغه مع مصحح. حاولت ما امكن نجيب لكم كل شيء مجموع في صبغه واحده. غادي نشرح لكم. كيف ما تنقول لكم اخواتي دائما ملي تيكون عندنا البرتقالي عندنا قواعد اساسيه ثابته باش نتخلصوا من البرتقالي. عندنا القواعد اللي خصنا نطبقوا، اتفقنا؟ الا حفظنا هذه القاعده ان شاء الله غادي نكونوا محترفات في تلوين الشعر. ضروري ومؤكد نحفظوا القواعد اللي كنعطيكم هنا، الجدول، دائره الالوان، فوقاش نستعملوا المصححات، فوقاش ما نستعملوهمش، كيفاش نتخلصوا من الالوان غير مرغوبه. يعني هادشي كله شرحته لكم في القناه. وكيفاش نديروا ميلونج، علاش خصنا نديروا ميلونج، علاش نديروا رقم واحد، كيفاش نغطيو الشيب، كل شيء عنده القواعد. الصبغه عندها قواعد ثابته، اساسيات الصبغه ما كنطبقوهاش بطريقه عشوائيه. هنا خواتي عندي برتقالي، باش نتخلص من البرتقالي خصني ندير القاعده. شنو هي القاعده اللي خصني نطبق؟ نرجعوا هنا للجدول. هنا خواتي ركزوا معايا. بالنسبه للجدول هنا كانت عندي قاعده الشعر اسود طبيعي رقم 1. كان عندي رقم 1. من بعد خواتي عملت تفتيح بصبغه نيترو سينما كولاجين، وصلت لدرجه تفتيح رقم 5 اورانج. الرقم الضمني بعد التفتيح هو رقم 5 اورانج، هو هذا. هنا خواتي شنو خصني ندير باش نتخلص من هذا البرتقالي هذا؟ غادي نستعملوا المصحح الازرق. غادي نرجعوا الى دائره الالوان. هنا ملي تيكون عندنا البرتقالي هنا كنستعملوا المصحح الذي يقابله الازرق. اللون غير مرغوب برتقالي كنستعمل المصحح الازرق اللي كيقابلو هنا في دائره الالوان. هنا خواتي يقدر يخرج لي هنا برتقالي فاتح جدا، متوسط، غامق. هذا كله كنسميوه البرتقالي ومشتقاته. كل ما خرج لي برتقالي ومشتقاته في الخصله عندي غادي نستعمل المصحح الازرق. فهمتوا؟ هذه هي القاعده. انا هنا ما غاديش نستعمل المصحح الازرق، كيف ما قلت لكم جمعت لكم كلشي في صبغه واحده. يعني باش ما نديروش صبغه زائد مصحح، حاولت ما امكن نجيب لكم صبغه واحده من ماركه غارني. هنا المصحح هذا باش نستبدله، نحاول ما امكن نستبدل هذا المصحح بالرقم المشتق. نرجعوا للجدول. الرقم 1 ازرق رمادي. هذا الرقم المشتق 1 هو اللي كيعوض المصحح الازرق. فهمتوا؟ يعني غنحاول ناخذ رقم مشتق وراء النقطه
باش نتخلص من اللون البرتقالي بدون ما نستعمل المصحح الازرق. يعني استبدال المصحح الازرق هو الرقم 1 المشتق وراء الفاصلة او النقطة. ثم شوفوا هنا هذا الرقم هذا 1.7.1 اشقر رمادي طبيعي. 7 رقم اساسي، و1 هو الرقم المشتق. هو هذا اخواتي، هذا الواحد هو هذا في الارقام المشتقة. فهمتوا؟ هاد 1 هو هذا في العلبة، هو هذا. يعني غادي نستعمل 7.1 بدون ما نستعمل مصحح ازرق. نتمنى اخواتي تكونوا فهمتوا. هذه هي القاعده الثابته. غندوزو دابا للتطبيقات ان شاء الله. تيب كامله من الرقم 7.1 كنزيدوا عليها قرعه اوكسيدون اللي كتكون مع العلبه غارني. انا ما بقاليش، غادي ناخذ اوكسيدون ماركه اخرى. غناخذ انا قياس اللي يكفيني في هذه الخصله فقط. دائما قياس الصبغه يساوي قياس الاوكسيدون. نخلط المنتج جيدا ولي نتلقى معكم. من بعد ما تخلط هنا المنتج ولا على شكل كريم غنطبقو على الخصله من الجذور حتى لاطراف الشعر. نحاول اخواتي نشبعوا الشعر ديالنا مزيان بالمنتج. نخليوها هنا من 20 حتى ل 30 دقيقة. من بعد اخواتي هنا 20 دقيقة. شوفوا اللون ديالنا، نحاولوا نقربوا الكاميرا باش نشوفوا اللون. هانتوما شفتوا اللون. نحاول نغسلو باش يبان اكثر. دائما كنقول لكم الشعر ملي تيكون في المنتج تيكون مختلف. هانتوما شوفوا اللون. نحاول نقرب باش يبان لكم. شفتوا هنا اللون زوين بزاف. هذا هو الشكل النهائي من بعد ما سرحت الخصله. لون زوين بزاف، خصكم تشوفوا في الشعر كامل كيجي رائع جدا. نتمنى خواتي يتبعوا نفس الخطوات. عندكم اي اقتراح، عندكم اي سؤال، اي استشاره، اي طلب، طرحوها لي في لي كومونتير ديال اخر فيديو. وكذلك ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم. الله يسهل عليكم والله يجازيكم بخير. يلا مع السلامه.